بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس. لا 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 عرباوي نار 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 من البداية. حقق في مسيرته على مستوى المحلي وعلى مستوى القاري. بالمقابل روبرتينيو البرازيلي يلعب كذلك بنفس العناصر اللي فازت في مباراة الذهاب. جوما في حراسة المرمى، فريق الأحمر شاما يرتكب المخالفة، توصل على الطرف الأيمن، أمامية طولية في اتجاه من سامبو، وصلت الحسوني، التسديدة لكن بعيدة تماما. أيمن الحسوني أول كرة وأول تسديد بعد مجهود من سامبو، حتى الكرة بشكل ممتاز. لاحظ التغطية السيئة، التغطية رجعت للحسوني، السدد كما جاءت ولكن بعيدة تماما، بعيدة عن مرمى الحارس جوما. اتمنى ان الوداد يعني تلعب بارتكاز واحد وتدخل لاعب وسط ميدان يساعد كثيرا الحسوني، هذه وجهة نظر، لكن في النهاية قرارات المدرب هو من يتحمل مسؤوليته. ترجع الكرة مرة أخرى، اللي فاز بلقب الكاف مرتين مع الراجا ومع الأهلي، ويتمنى أن يعانق لقب الشامبيونز ليج لأول مرة في مسيرته في الملاعب الإفريقية. الكرة تصل على الطرف الأيمن، بوسفيان يحاول يراوغ، بوسفيان العرضية ولكن فيها بعد ذلك جوما. يسعد الآن لرفع هذه الكرة يحيى في القائم الأول، رجعت ودادية، يحيى عطية الله يرفع داخل منطقة الجزاء في أرسن، في كذلك الزولة بالراس، جول 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 جول، يا سامبو يا سامبو يا سامبو يا رامبو. الشامبيونز 92، سامبو يرتقي، سامبو هنا بالراس وسط المدافعين. هذه قيمة القناص، هذه أهمية القناص، من دون ارتقاء القناص هنا بالراس، جاب في شباكك يا جوما. 1-0، إذا الأحمر يتقدم في توقيت ممتاز. هذا هو السامبو. ستلعب الضربة الحرة، نصف ساعة مرت، 1-0 في هذه اللحظات. لدينا كرة خطيرة هنا الأمامية، المطيع في اصطدام مع يحيى، تهاجم وتسجل، وفي نفس الوقت لازم تكون حذر ولازم يكون هناك توازن، نعم حتى دفاعيا، لأن فريق سيمبا يحاول أنه يوجد نفسه هجوميا. وانتو رايع، بوسفيان العرضية والثاني يا سامبو الثاني كان قريبا لولا تصدي جوما. هذا هو سامبو لما عادت الأهداف، وهنا كان قريبا من هز الشباك للمرة الثانية لولا التصدي هنا من جوما بصعوبة. يخرج للكورنر من جديد لفائدة الوداد. يلعب الكورنر هنا لسيفتين، يحيى يرفع على القائمة الثانية، أرسن، هنا سوء تفاهم بين أرسن وزولا، لتنفيذها شاما، يرفع هذه الكرة الراسية على القائم الثاني. عطية الله هنا تقديره كان جيد. لا يا المطيع، مثل هذه الصور لا نريد أن نراها. المطيع صحيح مباراة تحبس، لكن العناد كذلك يجب ان يكسر في هذه المناسبات. لا، العناد مطلوب في بعض الامور، لكن في مواعيد مثل هذه لا. الكره الاماميه، شاما مع لاعب احد بورا، يلعب ليحيى، ممتازه يحيى العرضيه، اين كان سامبو؟ وداديه في هذه الاثناء. مشاهدينا الكرام، امين ابو الفتح لمن يا امين؟ الكره الطوليه، البحث عن سامبو، وناجم طالت الكرة، وناجم وماذا هناك في هذه اللقطة، وناجم والكرة هنا لم يتحكم فيها. هذه الإعادة مرة أخرى، اللقطة الماضية. هنا في دفع من أونيانغو، شوف الدفع في اللقطة الماضية في حق اللاعب أونياجم، هل فيها ضربة جزاء سبقت يا الشامبيونز. إذا اليوني يتقدم الآن لتنفيذ الركلة. نيوني سجل 1-0 لفريق سيمبا. إذا الفريق
التنزاني يتقدم في النتيجة. المطيع اختار الجهة اليسرى والاختيار كان موفق، لكن هنا سددها بشكل مركز بدقة عالية. الكرة مرت بمقربة من القائم الأيسر. شوف هنا دقيقة جدا هذه الكرات الصعبة اللي تكون قريبة من القائم. عموما الركلة الأولى إذن لفريق الوداد الرياضي. من يتقدم ولعب يحيى جبران. دائما في ركلات الترجيح الأولى يكون فيها يحيى جبران، إما الأول أو الأخير. هذه المرة المدرب يعني اختار يحيى جبران أول من يسدد. الركلة نعم هي الأولى اللي فايدة الوداد الرياضي. يحيى جبران الآن يتقدم يتقدم يحيى يسجل. يحيى يسجل 1-1. النتيجة متعادلة في هذه اللحظات. الكلمة لك المطيع. مطيع. الجماهير تحفز في المطيع. الجماهير تحفز في المطيع. حارس اللي عوض تكناوتي بعد إصابة هذا الأخير. المطيع قد تكون نجم الليلة. يلا هذه شدها عندك يا المطيع. يلا هذه شدها عندك يا المطيع. من يسدد الركلة؟ إن شاء الله ضايع. إن شاء الله ضايعة ديال الكرة. إذا المطيع جيبها يا المطيع. كورتك يا المطيع. ما يسجلش يا المطيع. صايدي يتقدم الآن لتنفيذ الركلة الثانية. كورتك هذه المطيع. كورتك يا المطيع. لا بقى في مكانه المطيع. بقى في مكانه المطيع. إذا 2-1 لفريق سيمبا. هذه الإعادة مجددا. كرة في جهة الحارس اختار هذه المرة الجهة الخطأ. إذا 2-1 لفائدة فريق سيمبا. من سيتكلف بتسديد الركلة الثانية لفريق الوداد الرياضي هو أيوب العملود. نعم أيوب العملود يتقدم الآن لتنفيذ الركلة. حكم يعطي إشارة التنفيذ. أيوب العملود يتقدم الآن. العملود يسجل. 2-2. النتيجة تتغير في هذه اللحظات. الركلة الثالثة لفريق سيمبا الآن. هذه الإعادة اختيار موفق. أيوب العملود اختار الجهة اليمنى. تركيز عالي جدا. أيوب العملود يخلي الحظوظ قائمة لفريق الوداد الرياضي. إذا الركلة الثالثة لفريق سيمبا الآن. كل ما اقتربنا من نهاية الخمس ركلات الترجيحية الأولى كل ما اشتدت الأمور صعوبة. كابومبي يتقدم الآن لتنفيذ. مطيع يترقب. مطيع حاول يقرأها صح. حاول يتصدى. هنا كابومبي التالي سيمبا. كابومبي المطيع. كابومبي وصدى المطيع. وبرافو يوسف المطيع في التصدي للركلة الثالثة. مشاهدينا الكرام هذا هو يوسف المطيع. كورتك يا المطيع. نعم جابها المطيع. هذه الإعادة مرة أخرى من هذه الزاوية. قراءة صح وتحرك صح في المكان الصح. هنا التصدى بروعة. المطيع لا تقول لي لا خبرة ولا شيء. هنا الخبرة يكسبها المطيع في أول منافسات هذا الموسم في الشامبيونز. يدخل ويتأقلم مع الأجواء. يدخل بسرعة هنا في ركلات ترجيح ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. من يتقدم أمين أبو الفتح في الركلة الثالثة يا غاريدو. أمين أبو الفتح هو من يستعد للتنفيذ أمام الحارس جوما. يلا يا أمين. وليد الركراكي يترقب. كان وليد اليوم هو المدرب. أمين أبو الفتح يتلقى الإشارة. أمين يتقدم. يسجل أمين أبو الفتح. والآن التقدم لفريق الوداد الرياضي. التقدم للوداد الرياضي
في هذه اللحظات. هذه الإعادة اختيارات سايبة للاعبي فريق الوداد. هذه الطريقة نفسها اللي شفناها مع أيوب العمرود، وهكذا الآهات، هكذا التفاعلات، هكذا التجاوب مع هدف اللاعب أمين أبو الفتح. يلا نريد واحدة أخرى، نريد واحدة أخرى، نريد صدة أخرى، نريد باراد آخر، نريد تصدي الكبير المطيع، نريد مطيع، نريد مطيع. هذه كرتك المطيعة. موزيس سجل، موزيس سجل في هذه اللحظات. الآن الركلة الرابعة، الركلة الرابعة لفائدة هنا فريق الوداد الرياضي. إذن عبد الله حيمود هو من يستعد لتنفيذ الركلة. مطيع، مكانك يا المطيع، مكانك يا المطيع. لا زال التخوف، الكل يترقب، الكل يترقب. لا شيء حسم، لا شيء حسم. عبد الله حيمود يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. عبد الله حيمود يتلقى الإشارة في هذه اللحظات. عبد الله يتقدم، عبد الله، عبد الله، عبد الله، الله الله يا عبد الله، الله 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 يا عبد الله. جابها في الشباك، جابها في الشباك. عبد الله حيمود يتقدم الوداد الرياضي مرة أخرى. هذه إذا تصدى لها، إذا تصدى لها المطيع انتهى كل شيء، إذا تصدى لها المطيع انتهى كل شيء. إذن المطيع، المطيع في الركلة الخامسة إن شاء الله يجيب المطيع إن شاء الله، ونتفادى الركلة الودادية الخامسة إن شاء الله. يجيب المطيع وينهي كل شيء بدون ركلة خامسة، بدون ركلة خامسة. هذه الأخيرة يا المطيع، المطيع، المطيع. بونو جاب البون، بونو جاب البون.